للسيتي. هالاند يتقدم لمانشستر سيتي. نعم السيتيزنز بثاني الاهداف وبثاني الاهداف عن طريق نجمه النرويجي، عن طريق السفاح، عن طريق الفتاك، عن طريق عاشق الشباك، عن طريق ايرلينغ، عن طريق هالاند. السيتي. فاز نادي مانشستر سيتي على أرسنال بنتيجة 2-1 في مباراة قمة الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة مثيرة أقيمت اليوم الأحد 19 من أبريل عام 2026 على ملعب الاتحاد. وجاء الهدف الأول للسيتي عن طريق اللاعب رايان شيرغي في الدقيقة 16 بعد تمريرة من ماتيوس نونيز. الله 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 الله، فلتتوقف كل المراسيم. اشتعل يا دوري، لقد عاد السيتي من الباب الكبير، لقد عاد السيتيزنز من الباب الكبير. ريان يا ريان يا ريان، شرقي يسجل أول أهداف في القمة، قمة الموسم. ولم تدم فرحة السيتي كثيرا، إذ بعد بضع دقائق وبسبب خطأ من حارس السيتي كاي هافرتز هنا يضغط، والأرشله إيطالي، ما فعله فرنسي. هنا الإيطالي يخطئ. أي خطأ؟ سيتذكرون هذا الخطأ يا دوناروما، سيتذكرون هذا الخطأ. جانويجي دوناروما جاء هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 18 عن طريق اللاعب كاي هافرتز، واستمر التعادل حتى الدقيقة 65. لا تعطي للسيتي أمل لأنه سيقضي عليك، لا تعطي للسيتي أمل لأنه سيقضي عليك. هنا فعلها هالاند، تقدم للسيتي هالاند حين سجل الهدف الحاسم في المباراة عن طريق السفاح إيرلينغ هالاند. وكانت المباراة قوية ومتقلبة، وساعد هذا الفوز السيتي في تقليص الفارق مع أرسنال في صراع اللقب، حيث كان أرسنال يتصدر قبل المباراة، والآن أصبح الفارق 3 نقاط فقط. ويعد هذا الانتصار مهما جدا للسيتي في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم. ويغير اتجاهات جسمه زي ما هو عايز، وبعدين عنده ثقة غريبة يا عبد العزيز، ثقة غريبة والله العظيم. النهارده في أقوى وأكبر مباراة ولا في دماغه، فاهم؟ ولا في دماغه. هو يلعب ياخد الكرة على صدره ويعملها كده، ويعمل التمريرة بكعبه والاستلام. فالحملة دي أنا متبنيها. أحسن لعيب في الدوري الإنجليزي بالنسبة لي شيركي قبل نهاية الجولة أو بنهاية الموسم ب5 جولات. هل كنت تتوقع تألق شيركي قادم من الدوري الفرنسي أن يتألق بهذه الصورة مع فريق يعتبر من أفضل الفرق على مستوى العالم مع بيب جوارديولا؟ أنا كان عندي تخوف إن جوارديولا هيزهقه، بل جوارديولا تأقلم على على شكل وأداء الولد. استحالة إن جوارديولا يا عبد العزيز تخلى عن مبدئين أساسيين. حارس المرمى يلعب برجليه، دوناروما ما بيلعبش برجليه. حاجة التانية صانع ألعاب كلاسيكي مديله حريته. النهارده الشمال ويمين، موجود في الشمال وموجود في العمق وموجود في اليمين. استحالة في السنوات الأولى لدى جوارديولا إن هيدي هذه الحرية إلا اللعيب واحد، ميسي مع برشلونة ودي برويني مع السيتي. هل هناك لعيب تاني اداله نفس الحرية ونفس المساحة؟ لا. فالنهارده هو تأقلم على إمكانيات الولد وشخصية وأداء أسلوب الولد. النهارده هو حته بقى التمركز، وكل واحد ياخد في مركزه وما يجيش الكرة هتجيلك. النهارده هو بيبحث عن المساحة اللي موجود فيها الكرة.